يشبيك شكواك الله يخليك، شكواك ما يشبيك شكواك الله يخليك. اكره الكذابين، وواحد بس يكذب يمي راسا اعرفه، من اول كلمه شاي يبين، ما اقول لكم انا ما اكذب، لا اكذب في بعض الاحيان اللي تتطلب لطخ وفيكات، بس الحمد لله والشكر الكذب عندي مو مرض مثل بعض الناس، يعني مثلا ما اقول راح اسوي الكهرباء بسنه 2012 وارجعها 24 ساعه بالصيف اذا صرت مسؤول بوزاره الكهرباء، لا 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 لا، هاي كذبه كبيره، لو مثلا ما اطلع بالتلفزيون واقول اموال الشعب للشعب، لا 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 لا، هاي حيل كبيره، كذباتي بسيطه، لان هذا التيشيرت مالتي اشتريته ب 50,000 من الكراده، هو كذب انا ماخذه ب 15 من باب الشرجي. لو مثلا اجاني عرض عمل يعطوني راتب ب 15,000 دولار وانا رفضت، لا مستحيل ارفض، شنو؟ على شنو متعب نفسي اذا اطلع بالتلفزيون؟ لو البحر الساعه 12 بالليل للبيت والمره ما كنت الاثنين، طبعا هاي كذبه كبيره، لان ماكو متزوج ترجع الساعه 12 بالليل تعرفون شو يصير بي. وين كنت؟ يم منو؟ ليش ما ترد؟ طلع ويا اصدقائك؟ عارفني وحدي بالبيت؟ انا شنو حاطني؟ وين؟ كذباتي بسيطة يعني فيكة يعني، بس كذبات جماعتنا المسؤولين يبو كارثة. العراقيين هم لهم رأي بالكذب، خلينا نشوف ايش قالوا. معاذ الله معاذ الله اخي، شنو يكذبون السياسيين؟ ليش يكذبون؟ ناس معروفين تحت شعار نأسف لخدمتكم نعمل لإزعاجكم، هذا شعارهم، والمواطن مرتاح، الزباين، هالشغلات الحلوة بالبلد، ليش يكذبون؟ بس انا يعني هسه براينا عندي اقتراح شوي للشعب انه نجمع لهم على الف الف. ثم اللي يقول يكذب السياسي. يشترون فد نواوي سي 4 ذني شغلات مرتبه، مو تون يطلعون يفترون، ليش خطيه ضالين صبات سيارات مصفحه ثقيله حاره الظهريات، يفترون براحتهم ينزلون الجام، كل واحد عاط له جنسيتين ومرتاحين متونسين، مو بحال احد لغف، يعني عضو البرلمان راتبه 40 مليون والموظف راتبه 400,000، شنو الفرق؟ منو الاحسن يعني؟ اكيد الموظف 400,000 لو 40 مليون، واحد يحسبها نظريا، يعني هي نظريه حسابيه صحيحه، منو يشتغل اكثر؟ قابل الموظف يشتغل اكثر؟ لا طبعا عضو البرلمان قاعد ولابس قاط الصبح حاط ريحه، الريح بيش كلها بحساب هاي، فلا لا ما حد يبوق، والسياسيين ما حد يكذب، ليش يكذبون اصلا هم؟ ما بدع هم يقول لك احنا ناس ما احنا ناس قاعد يقول لك انا ليش يعني واحد يكذب؟ واحد يصارع نفسه ومصارع الشعب ومناع الشعب، وشعب خير مرتاحين، كنا مرتاحين، نفوط اكو، مي اكو، كهرباء، خير من الله الكهرباء، ايش يسوي بها الكهرباء؟ تنتل، شو يسوي بها المواطن؟ واحد يجيب موت النفسي، مي شو يسوي؟ مي ملوث دائما يسوي شغلات بالكليه والتهاب مجاري، ليش واحد يسوي ذني الشغلات النفسي؟ يبطلوهن، شو يسوي بهن؟ ذني شغلات زايده، بطر من الشعب هذا يطلب هاي الشغلات، شعب متبطر والشعب فايق ويطلب هاي الشغلات، كهرباء مي، شنو هاي الشغلات هاي ما جاهله؟ ما نريد ديمقراطيه، يا ديمقراطيه شعب يحب، لانه لو ما يحب ما ينتخبوا من ذولي، هي النقطه، كل من حاط له فلوس جوا ايده وجناس وترتيبات، كل صيف يروح الباريس، احنا عندنا الحبانيه، شحالات الحبانيه بالزباله، تريد لك بيت مال اوادم ماكو، متونسين مرتاحين احنا، شعب مرتاح والوطن اهم شيء، وياه يقول لك الوطن، انا ما حد كاتلني غير الوطن وبلد الحضارات، حضارات من الصبح لليل 7000، احنا بلد، احنا اول حضاره بالعالم، وشوي ويبكي، زين ذات تو اول حضاره بالعالم، شو هاي بابل، شو بس نقاسي وما ادري شنو، اسد بابل صاير يشرون عليه هدوم، يا اول حضاره بالعالم باقوها، احنا بلد احنا ابتلى ابن سينا على عمره من حكي عربي، طامه الكبرى هاي سووه ناجى العراق، ابتلى على عمره خطيه طلع عراقي، زين ودائما كاتليني سوف نحارب الغرب، نحن يريدون يحاربون الغرب بمسدس 9 طارق، شلون؟ زين احنا هاي الكاميرا هم الغرب صانعيها، الملابس الغرب صانعيها، يعني احنا اذا لو ما الغرب هاي نبقى بس خبز ولبن وللصبح. رجعنا لكم، تدرون شنو احلى كذبه؟ مال الشراكه السياسيه، اموت عليها، يا تلزمه وقال لك احنا شركائنا بالعمليه السياسيه لازم نعطيهم حقهم، واحنا ما نحب المناصب، احنا جايين لخدمه الشعب، هو خدمه الشعب؟ كذبه رهيبه تخبل كلش حلوه، شعبنا فرن طالع شعب، لو الوضع الامني مستتب في العراق، لك شلون مستقر ما ادري، يجوز بس البيت المسؤول مستقر، خوك وحده تخبل، العراق اكثر البلدان استقرارا بالمنطقه، هم كذبوا، بس هلا بالعالم شويه شويه بشويش على قولة المصريين، حتى الناس تقبل الفكره، بس يلا قابل الكذب عليه ضريبه. كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي النقاب عن اختفاء 44 تريليون دينار، شلون طارت؟
وقالت التميمي ان ال 44 تريليون دينار كانت فائضة من موازنات عام 2007 إلى 2010. هذا الحكي عادي. وقالت التميمي الله أعلم وين راحت هاي الفلوس. هسه 44 تريليون دينار، قبلها 40 مليار دولار، وهذا المكشوف، واللي ما مكشوف ما حد يعرف ايش قد، هم سكتوا عليها والسالفة مكلبة برقم ال 40، بس الحمد لله والشكر.